هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنة اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدأت معاكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي، ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته. وزي ما اتعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها، النهارده قررت اروح اجيب لكم اسرار وطريقه الاكله حبيبه الملايين وهي الكشري. ومادام هجيب لكم اسرار الكشري يبقى ما ينفعش اجيبها من اي مكان غير كشري ابو طارق، اشهر كشري في مصر. والنهارده حصريا والاول مره هتعرفوا كل اسرار وطريقه كشري الشارع من كشري ابو طارق. هتعرفوا سر العدس المرمل ده اللي بيعملوه هناك، واللي بيكون مختلف تماما عن العدس العادي اللي بنعمله في البيت في شكله وكمان في طعمه. وسر التقلية المقرمشة بتاعتهم اللي بناكلها هناك، واللي مستحيل تطرى معاكم أبدا حتى بعد ما تقعد في التلاجة الأيام. وهتعرفوا طريقة أفضل صلصة كشري ممكن تعملوها في حياتكم، وأسرار توابلها بالتفصيل، وطبعا الشطة والدقة بطريقتهم الأصلية من كشري أبو طارق. ومن النهارده انتوا مش هتعملوا كشري ناجح وطعمه حلو وخلاص، انتوا هتعملوا الكشري على طريقة ابو طارق في البيت بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. طيب خلونا بقى نبدأ في أول حاجة وأهم حاجة، وهي الخطوة اللي مترتبة عليها كل حاجة بعد كده، والخطوة اللي فيها سر كشري أبو طارق وسر كشري الشارع كله عموما، وهي التقلية. وهتشوفوا حالا ازاي، وأنا متأكدة إن الموضوع دوت هيفاجئكم جدا. وأول حاجة بقى هنقطع البصل بتاعنا جوليان بالشكل دوت، وبنستخدم فيه بصل أبيض تحديدا مش أحمر، لأن البصل الأبيض لونه بيكون مظبوط أكتر بكتير من الأحمر لما بيتقلي، وكمان بيكون مقرمش أكتر. وانا النهارده هستخدم كيلو من البصل، لان انا عندي بيحبوا التقليه جدا، لكن انتوا ممكن تستخدموا اي كميه بصل انتوا تحبوها. وهننزل بقى على البصل المقطع بتاعنا بنص كوبايه من الخل، وهنقلبهم فيها كويس قوي. وهو ده سر قرمشه التقليه الرهيبه اللي مستحيل هتطرى معاكم حتى بعد ما تقعد في التلاجة الايام. مش نضيف نشا بقى ولا دقيق ولا كل الكلام الغريب دوت اللي دايما بنسمع عنه. وهنيجي بقى في الحله بتاعتنا وهننزل بالظبط بنص لتر من الزيت. ايوه، الكميه اللي انتوا سمعتوها ديت صح، نص لتر من الزيت. وكمان لو انتوا حابين تزودوا تقدروا تزودوا عادي، بس كميه الزيت ديت مش هتكون للتقليه بس، احنا بعد ما هنعمل التقليه هنصفي منها الزيت دوت وهنستخدمه في كل حاجه جايه بعد كده. وهي دي اكبر تركايه بيعملوها في كشري ابو طارق وفي كل محلات الكشري عموما، واللي بتميز الكشري بتاعهم عن بتاعنا، وهي دي الحاجه اللي ملففانا حوالين نفسنا طول السنين دي. وهننزل بقى بالبصل بتاعنا في الزيت، وهنفضل نقلب يعني حوالي نص ساعة كده لحد ما البصل بتاعنا يحمر وياخد لون ذهبي مظبوط زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بنطلع التقلية بتاعتنا على بوكر مطبخ، وبنفضل نقلب فيها كل شوية علشان تاخد القرمشة الرهيبة اللي انتوا سامعينها دي. وبعدين هناخد بقى الزيت اللي فضل من التقلية دي وهنصفيه كويس قوي، وهو ده بقى الزيت اللي هنستخدمه في كل حاجة جاية بعد كده. وخلونا بقى نبدأ في تاني حاجة وهي العدس. وهنيجي بقى في الحلة بتاعتنا على النار وهنحط مية وهنستنى لحد ما تغلي، وأول ما تغلي هننزل ب4 فصوص كبار من الثوم، وبعد كده هننزل بالعدس بتاعنا اللي احنا بنكون غاسلينه كويس وكمان نقعينه قبل ما يستوي بحوالي 4 ساعات كده في مية. والكمية اللي أنا هستخدمها النهاردة بالظبط هي نص كيلو من العدس. وبس كده، مش هنحط دلوقتي توابل ولا ملح ولا أي حاجة، وهنسيبه بقى على النار ربع ساعة، وهو بالظبط بعد الربع ساعة ديت هيكون استوى. وهي دي بقى بالظبط الخطوة اللي احنا بنقف عندها في العدس اللي احنا بنعمله في البيت، لكن في المحلات بيكملوا تسوية العدس بطريقة تانية بعد الخطوة دي. والطريقة التانية ديت هي اننا بعد ما هنسلق العدس هنصفيه كويس قوي من المية، وهنرجعه للحلة تاني بعد ما صفيناه من المية كويس قوي. هننزل عليه بكبشتين كده من الزيت اللي احنا صفيناه من التقلية. والخطوة دي بقى هي اللي احنا هنحط فيها التوابل، والتوابل كلها بتكون معلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين صغيرين من الكمون وبس كده. وهنيجي بقى للخطوة اللي هتخلي العدس بتاعنا مرمل كده وكبير غير العدس اللي احنا بنعمله في البيت، وهي اننا هنقلب فيه كل شوية وكمان هنهرسه. بصوا كده، كل شوية هتفضلوا تقلبوا فيه وتهرسوه، ما تخافوش مستحيل هيتعجن معاكم مهما تهرسوه، هو بس يا دوب هيطلع شوية من النشا بتاعته بره كده بالشكل ده. وهتفضلوا تقلبوه كده يعني حوالي ربع ساعة بس كده، بعدها العدس بتاعنا هيكون جاهز. بعد كده بقى هتفردوه على صينية او اي حاجة بالشكل دوت علشان يتهوى. وده كده شكله بعد حوالي ساعتين بعد ما جزء كبير من المية اتبخر منه. وبس كده، عدس ابو طارق المرمل خلاص جاهز معانا.
خلونا بقى نبدأ في الحمص بتاعنا، وده لازم نكون ناقعينه من قبلها بيوم. وفي الحلة بتاعتنا على النار برضو هنحط شوية مية وهنستنى لحد ما يغلوا. وأول ما يغلوا هننزل ب4 فصوص من التوم، بعد كده هننزل بالحمص بتاعنا، وده برضو نص كيلو من الحمص. بعد كده هننزل عليه بالتوابل بتاعتنا، وهي برضو معلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين صغيرين من الكمون، وهنقلبه. بعد كده هنسيبه على النار، والحمص بياخد سوا بالظبط نص ساعة، بعد كده هنطفي عليه على طول. وده كده شكله بعد النص ساعة خلاص استوى. هنصفيه بقى من المية، وبس كده الحمص بتاعنا خلاص جاهز. هنبدأ بقى في الرز، وهنيجي في الحلة بتاعتنا على النار وهننزل بكبشتين من زيت التقلية اللي صفيناه. وبعد كده هننزل بكوباية من الشعرية وهنقلب لحد ما تحمر. أول ما الشعرية بتاعتنا هتحمر هننزل ب3 كوبايات من الرز المصري المغسول طبعا. وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي معلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنفضل نقلب لحد ما الرز كله يتغطى بالزيت. بعدين هننزل بالمية المغلية، يعني لحد ما الرز بتاعنا يدوب يتغطى. مش هنكتر مية قوي لأن رز الكشري المفروض إن هو بيكون مفلفل وفيه ندغة شوية. وهنديله تقليبة كده، وبس كده هنسيبه 10 دقايق لحد ما يتشرب كل المية. وبس كده ده شكل الرز بتاعنا بعد ال10 دقايق كان خلاص استوى. هنبدأ بقى في المكرونة بتاعتنا، والمكرونة اللي احنا هنستخدمها النهاردة هي مكرونة خواتم صغيرة قوي، وكمان مكرونة سباكيتي، والاتنين هنجيبهم سايبين من عند العطار. لازم نكون جايبين المكرونة من عند العطار علشان تدينا نفس القوام والطعم، لأن في كشري أبو طارق وفي كل محلات الكشري عموما بيستخدموا شكاير المكرونة السايبة اللي بتكون موجودة عند العطارين، لأن طبعا المكرونة دي بتكون أرخص بكتير من الأكياس العادية اللي احنا على طول بنجيبها. فهي دي بالظبط المكرونة اللي هتوصلكم لنفس الشكل والطعم والقوام، وكمان هتوفر لكم اكتر بكتير. وفي الحلة بتاعتنا بقى على النار هنحط شوية مية، واول ما تغلي هننزل فيها بمعلقتين كبار من الملح، وهننزل بشوية من زيت التقلية اللي احنا مصفيينه. وبعدين هننزل بالمكرونة بتاعتنا، وهما بالظبط 10 دقايق والمكرونة بتاعتنا هتكون جاهزة، وهنصفيها على طول. وبعد ما نصفيها على طول من المية هننزل عليها برضو بشوية من زيت التقلية اللي احنا مصفيينه وهنقلبها. وبس كده المكرونة بتاعتنا خلاص جاهزة. واخيرا هنيجي بقى لاهم حاجه في الكشري، واكتر حاجه اصلا بتديله الطعم، وهي الصلصه. وهقول لكم بالظبط على طريقه الصلصه في ابو طارق، لكن للاسف هصدمكم ان مش هي دي الطريقه اللي انا هعملها النهارده. الصلصه بالظبط في ابو طارق عباره عن طماطم مسلوقه ومتقشره ومغليه مع شويه ملح وفلفل اسود وبس كده، حتى مش بتكون متسبكه في شويه زيت. واللي بياكل من هناك على طول برضه هيبقى عارف ان الصلصه هناك يعني عندهم مش احسن حاجه للاسف. وانا حبيت انقل لكم الطريقه بتاعت هناك برضو بالظبط، يعني الموضوع اذواق، اكيد في ناس بتحب الصلصه بالطريقه دي برضو، لكن انا النهارده هعملها بطريقه افضل صلصه كشري انا اكلتها في محل، وكانت من كشري التحرير. واول حاجه عاوزه اقول لكم على توابل الصلصه دي، لانها اكتر حاجه بتفرق في الطعم. وعاوزين معلقه صغيره من كل حاجه هقول عليها دلوقتي، وهما ملح وكمون وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكزبره و5 ورقات لورا تقريبا. وهنيجي بقى في الحلة بتاعتنا على النار، وهننزل بشوية كده من زيت التقلية اللي احنا مصفيينه في الأول. وبعدين هننزل بمعلقتين كبار من الثوم المفروم، وهنقلب لحد ما يبدأوا يحمروا شوية. وأول بقى ما الثوم يحمر شوية هننزل بمعلقتين كبار من صلصة العلب، بيفرق جدا في لون الصلصة وكمان في قوامها، وهنديهم تقليبة كده مع بعض. وبعدين هننزل بلتر من عصير الطماطم، وبعدين هننزل بالتوابل بتاعتنا، وهنقلب لحد ما الصلصة بتاعتنا تبدأ تغلي. وأول ما تغلي هنطفي عليها، وبس كده الصلصة بتاعتنا خلاص جاهزة. واخيرا هنيجي لطريقه الدقه والشطه في ابو طارق، واول حاجه هنبدا بالدقه. وفي الحله بتاعتنا بقى على النار هننزل بكوبايه كبيره من الميه، وهنستنى لحد ما تغلي. واول ما تغلي بقى هننزل فيها بربع كوبايه من الخل، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، وطبعا التوابل بتاعتنا، وهي معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكزبره، وبس كده. واخر حاجه بقى هننزل عليها بكبشه صغيره من زيت التقليه. وبس كده الدقه بتاعتنا خلاص جاهزه. خلونا بقى نبدا في الشطه. واول حاجه بقى في الطاسه بتاعتنا هننزل بشويه من زيت التقليه، وهننزل عليها بمعلقه كبيره من الشطه، وهنفضل نقلب لحد ما الشطه كده ريحتها تبدا تطلع. واول ما الشطه ريحتها تطلع هننزل عليها بمعلقتين كبار من صلصه العلب، وهنقلب. واخر حاجه هننزل عليها بكبشه كبيره من الدقه اللي احنا لسه عاملينها من شويه. وبس كده الشطه بتاعتنا خلاص جاهزه. واخيرا بقى هنيجي لاكتر حاجه كلنا بنموت فيها، وهي العيش المقلي في ابو طارق.
وفي ابو طارق تحديدا طبعا بيستخدموا العيش الشامي وبيكون متقطع مثلثات بالشكل ده. بعد كده في الطاسة بتاعتنا هننزل بشوية زيت، ولو لسه فاضل عندكم زيت من زيت التقلية طبعا تضيفوه لانه هيدي طعم رهيب للعيش. واول ما الزيت يوصل لدرجة حرارة متوسطة هننزل على طول بالعيش بتاعنا، وهم يدوب 30 ثانية وهنبدأ نقلبه على طول ونديله 30 ثانية كمان، وبس كده هيكون احمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهنطلعه على طول. وهنيجي بقى للتوابل اللي بيحطوها هناك على العيش المقلي. وبالظبط التوابل اللي شفتهم بيحطوها هناك هي توابل البطاطس السايبة اللي بتكون موجودة عند العطار، بالظبط اللي بتكون عند العطار، مش المعلبة دي اللي بتكون في السوبر ماركت، لان هي دي اللي هتديكم نفس الطعم. وبس كده اخيرا هنبدأ نغرف الكشري بتاعنا، واول حاجة طبعا هننزل بطبقة من الرز وطبقة من المكرونة، وعلى الوش هننزل بطبقة العدس وطبعا الحمص، واخر حاجة هي طبقة من التقلية المقرمشة الرهيبة بتاعتنا. واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو، وهو ان انا ادوق. بصوا انا مهما اوصف لكم مستحيل هقدر اوصل لكم ان هي دي بالملي خلطة ابو طارق بكل التركات وحتى التوابل. انتوا لازم هتجربوا بنفسكم لان حقيقي النتيجة مبهرة، يعني هتخليكم كده مذهولين، اللي هو احنا بجد عملنا كشري ابو طارق في البيت بمنتهى السهولة وبربع التمن تقريبا، لان انا عاوزة اقول لكم ان اكبر طبق هناك ب45 جنيه، وهو بالظبط الطبق اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو دوت. تخيلوا ان الطبق دوت هو اكبر طبق وب45 جنيه. لازم تجربوا الطريقة دي، وانتوا من النهاردة مش هتعملوا كشري ناجح وطعمه حلو وخلاص، انتوا هتعملوا كشري ابو طارق في البيت بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل هيصدق انه معمول في البيت. اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتوا محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات.